10 وظائف هيختفوا من العالم في 2030، وده مش كلامي خالص، دي احصائيات عالميه. فيوتشر اوف جوبز ريبورت نزل ريبورت مهم جدا عن 10 وظائف هيختفوا بالكامل في 2030، وده من الورلد ايكونوميك فورم. اختفوا ليه؟ لان الوظائف دي بقت مكلفه جدا، وغير كده الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل الوظائف دي بدقه عاليه جدا، ومش هياخد نفس الفلوس اللي بياخدوها الاشخاص الطبيعيين. اول وظيفه الكاستمر كير سيرفيس، وده لان معظم الشركات في الفتره الحاليه بقى اوريدي عندهم ذكاء اصطناعي يرد على المكالمات، بيشتغل 24 ساعه، بيطلع نتائج كويسه وبفلوس اقل بكتير. تاني حاجه وظيفه الداتا انتري. عارف انت الناس اللي بتروح لها في المصالح الحكوميه عشان تدخل بياناتك، واللي تقريبا بتغلط بدل المره مليون؟ دلوقتي بقى في برامج ذكاء اصطناعي تقدر تشتغل داتا انتري بسرعه ودقه عاليه جدا. تالت حاجة البنك تيلر. برضو دلوقتي معظم البنوك بقى عندها نظام ذكي يقدر يخليك تعمل كل الخدمات وفي وقت قياسي جدا وبدقة عالية قوي. دي اللي صدمتني بجد الجرافيك ديزاينر. ولكن في مواقع معينة زي كانفا مثلا يقدر يعمل لك تصميم بضغطة زرار. الادمنستريتيف اسيستنت دلوقتي حرفيا انت مش محتاج حد معاك يظبط لك شغلك ويظبط لك مواعيدك وكل الكلام ده، لان حرفيا في اي اسيستنت ممكن يبقى ماشي معاك خطوة بخطوة طول اليوم. وده كان بارت 1 من 10 وظائف هيختفوا في 2030. لو عايز تشوف بارت 2 تابعني.